عشان تعرف توصل لأول $5 على أي موقع خدمات، وخصوصا موقع خمسات لو أنت معاك تليفون بس وبالنسبة لك التليفون هو كل ما تملكه، الموضوع فعلا مش صعب. لو أنت مفكر إن أنت عشان حاولت قبل كده وفشلت فأنت نسبة فشلك أصبحت 100%، يبقى أنت غلطان. على فكرة 90% من الناس اللي حاولت تبدأ في البداية وفشلت 90% منهم بيكونوا بدأوا غلط أصلا. الفكرة مش إن أنت تروح تجري ويلا هوبا تروح تحط خدمة على موقع خمسات، خدمة أنت فعلا بتعرف تعملها بس ما بتتشافش، محدش بيشوفك، فبتقرر إن أنت فشلت فبتفشل فبتقفل الموقع او بتروح تشوف غيره. عشان تعرف تنجح على اي موقع خدمات لازم يبقى عندك المبدأ الاساسي ده. لازم تبقى فاهم ان الفريلانسر الشاطر مش الفريلانسر اللي بيقدم خدمات كتير، ولا الفريلانسر اللي متعلم اكتر من التاني. الفريلانسر الشاطر هو اللي بيتشاف، هو اللي بيخلي الكل يشوفه ويشاور عليه ويقول الشخص ده انا عايز اخليه يعمل لي الخدمه بتاعتي. ازاي تقدر تبلور الجزء ده بقى؟ ازاي تقدر تخلي الشخص ده يجي لحد عندك ويتحايل عليك ويقول لك من فضلك انا عايزك انت اللي تنفذ شغلي؟ هو ده اللي انا جاي اعلمه لك النهارده، مش ازاي اعلمك ازاي تقدر تعمل الخدمه. انا هديك الطريق والوسيله اللي هتعلمك الخدمه، اللي مثلا ممكن تقعد ساعتين 3 بس طول اليوم من اوله لاخره تتعلم الخدمه دي، اللي انا هعلمك تبقى مصدر دخل اساسي ليك فيها. يعني مثلا من ضمن الخدمات اللي هعلمها لك ازاي تقدر تتعلم مايكروسوفت اكسس، اللي في ناس كتير جدا بتطلبه في الوطن العربي وفي خارج الوطن العربي، وهو مش متقن جدا على فكره في الوطن العربي المايكروسوفت اكسس. انا هعلمك ازاي تقدر تتعلمه في ساعتين بس، وتقدر تقدم خدمات وتقدر تروح تلاقي الناس وتنقب على الناس اللي بتدور على المايكروسوفت اكسس، وتبقى متميز وتخلي الناس هي اللي تشاور عليك وتقول لك يلا تعالى انت اللي هتنفذ شغلي. فانت لما بتفشل في افضل حاجه دلوقتي موجوده، انت بتنسى قصه الفريلانسنج دي تماما، وبتنسى قصه الشغل على مواقع الخدمات تماما. حابب اقول لك ان البدايه الصح اهم من ان انت تبدا اصلا. فالنهارده انا جاي اعلمك الطريقه الافضل والاسهل ان انت تقدر تبدا من التليفون بتاعك وتقدر توصل لاول $5، وباذن الله لو اتبعت كل الخطوات اللي انا هقولها لك النهارده في الحلقه، من كاستمايز للبروفايل بتاعك والبورتفوليو، للخدمات اللي انا هعلمك ازاي تقدر تعملها، للعملاء اللي انت هتعرف تجيبهم وتوصل لهم قبل اي حد، باذن الله العمل الحر بالنسبه لك هيكون فعلا الوسيله اللي انت بتلجأ لها في وقتك الفاضي، وبتكون فعلا بتحول وقتك الفاضي لدولارات. باذن الله حلقه النهارده هتكون بمثابه دخل خاص ليك. لو انت عجبتك حلقه النهارده ما تحرمناش من صالح الدعاء ومن الدعم واللايك، لان هو اللي هيخلينا عارفين ان المحتوى ده بيعجبكم. يلا بينا نخش في حلقه النهارده من غير كلام كتير عشان الحلقه فعلا مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على طه الامين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. النهارده ان شاء الله هنكمل الكورس بتاع تريكات فريلانسر اللي بدأناه الحلقه اللي فاتت. بمنتهى البساطه النهارده احنا هنتكلم عن الناس اللي ما معهاش غير التليفون بس، يعني لا تملك غير التليفون بس، وهو ده مصدر شغلها الوحيد وراس مالها الوحيد. الناس دي هل ممكن تقدر تشتغل على مواقع الفريلانسنج؟ ممكن بمنتهى السهوله. في خدمات معينه انا هعلمها لك النهارده تقدر تقدمها، هعلمك جزء منها تقدر تقدمها وهتبقى محترف جدا جدا فيها، وكمان هتقدر تشتغل وتحصل على راس المال كويس جدا. في البدايه انا مش هحتاج طبعا اشرح لك ازاي تقدر تعمل حساب على موقع خمسات. احنا هنحتاج النهارده اداتين، موقع خمسات كاداه اولى وشات جي بي تي كاداه ثانيه. اكيد انت معاك حساب هنا وحساب هنا اكيد 100%. لو ما معكش الموضوع سهل جدا في اعاده التسجيل. عشان اعرف اشتغل على موقع خمسات واجيب خدمات كويسه لازم افهم الاول انا بتشاف ازاي والناس بتشوفني ازاي قبل ما ابتدي انفذ خدمه. طيب عشان اوصل اشوف الناس بتشوفني ازاي، تعالى اوريك مثال. مثلا نضغط على ال3 شرط اللي فوق دول، وبعد كده نروح على كلمه مجتمع خمسات، طلبات الخدمات غير الموجوده. يعني دول عملاء طلبوا خدمات ولسه الخدمات بتاعتهم ما اتنفذتش، دول طالبين ناس تشتغل لهم. زي ده مثلا بيقول مطلوب ترجمه من خلال شات جي بي تي وتنسيقات، خدمه سهله جدا جدا وممكن تنفذها عن طريق التليفون بتاعك. بس انا عايز اوريك بس نبذه. لو احنا دخلنا على الخدمه بالشكل ده وشوفنا الشخص ده، هنلاقي الناس بتكتب، كل واحد بيكتب سعره، كل واحد بيقول انا اقدر انفذ الخدمه بالسعر كذا. الراجل بقى اللي بيختار ده اللي طالب الخدمه، هو مطلوب شخص عنده خبره في التعامل مع شات جي بي تي بطريقه ذكيه وبطريقه البرومبتس والكلام الجميل ده كله. هو دلوقتي اتقدم للخدمه بتاعته 51 شخص بيطلبوا ان هم يبتدوا يتقدموا للوظيفه او يتقدموا ان هم يعملوا الخدمه دي. هو بيختار الناس دي بقى بناء على ايه؟ هل بناء على السعر بس؟ لا طبعا، بناء على البورتفوليو بتاع كل شخص. يعني انا هحط نفسي مكان الشخص ده مثلا اللي هو اسمه سامح، ده استاذ سامح. في البدايه هبتدي افتح الاكونت بتاع استاذه دينا، انا جاهزه بسعر يبدا من $5. كليك يمين اوبن، كليك يمين اوبن، كليك يمين واوبن. هبتدي افتح ال3 اكونتات. انا دلوقتي حاطط نفسي مكان استاذ سامح ده، تمام؟ قدامي 3 اشخاص اتقدموا للوظيفه. هبتدي ابص عن النبذه عنها. استاذه دينا بتقول ان هي مطوره
ويب متخصصه في تطوير تطبيقات الويب باستخدام تقنيات دوت نت. شخصيه برمجيه بحته، يعني شخصيه بتهتم بالبرمجه بشكل بحت. طب انا الوظيفه بتاعتي ليها علاقه بشات جي بي تي والكتابه والتنسيقات، فاذا انا استبعدت اذا استاذه دينا. طيب استاذ خالد بيقول ان هو برضه شخص مطور ومحلل بيانات، تمام، وبيستخدم لغه بايثون والماشين ليرنينج والكلام الجميل ده كله. يعتبر برضه، وبناء على كده كمان الاستاذ خالد ما نفذش اي مشاريع قبل كده، فاذا انا هستبعد استاذ خالد. استاذ ابراهيم، برضو استاذ ابراهيم شخصيه برمجيه بحته ملهاش اي علاقه خالص بالمهمه بتاعتي اللي ليها علاقه بالكتاب. هبتدي بعد كده اضغط على استاذ هشام، وبعد كده استاذه منى، وبعد كده استاذه رحمه. تمام. طيب هروح لاستاذ هشام، هلاقيه برضو نفس الكلام، شخص برمجي. استاذه منى، الاقي ان استاذه منى بتعمل عروض ليها علاقه بالباوربوينت، تمام، وبتقدر تستخدم ادخال البيانات وبتقدر تحلل البيانات ومحترفه في تقديم حلول وتصاميم ادخال بيانات كويس قوي. يبقى اذا استاذه منى بالنسبه لي هي شخصيه ليها علاقه يعني بالخدمه اللي انا طالبها. ماشي، خليك معايا بس في النقطه دي لان هي مهمه جدا. يبقى اذا اقرب واحده تقدر تنفذ لي الخدمه بتاعتي بروفيشنال هي استاذه منى. طيب لو رحت الاستاذه منى هلاقيها كمان بتقول له تواصل معايا للعمل حالا، وبتدي له جزء من البورتفوليو بتاعها اللي بيثبت ان هي شغاله على مواقع الفريلانسنج بقالها فتره. هي مدياله جزء من بياناتها تثبت ان هي فعلا تقدر تشتغل على الشغل اللي هو طالبها منها. اول حاجه لفتت انتباهنا هو النبذه عن شغلي انا. فبالتالي انا عشان اشتغل على مواقع الفريلانسنج اول حاجه لازم اخد بالي منها هي النبذه بتاعتي، النبذه عن شخصيتي، انا بعرف اعمل ايه. اول حاجه لازم اعملها، انا عملت اكونت طبعا دلوقتي، ده اكونت قديم كنت بشرح عليه زمان، هبتدي افتحه بالشكل ده واضغط على اسم الحساب بتاعي، وبعد كده هلاقي حاجه عن اسمها نبذه عني، دي فاضيه، فانا لازم اعمل تعديل للملف الشخصي وابتدي اكتب عن نفسي ملخص استهدف فيه نيتش معين اشتغل عليه، يعني حاجه انا هشتغل عليها وابقى متاكد ان انا هقدر اجيب فيها شغل لان انا متميز فيها جدا. فانا مثلا ببتدي اعرف اكتب وابتدي افهم في محتويات الاوفيس كلها زي الوورد والاكسل والباوربوينت والكلام الجميل ده كله، فابتدي اكتب نبذه تعريفيه عن نفسي. هل انا مهما بلغت بيا الدقه هعرف اكتب نبذه احترافيه؟ لا، فهروح للذكاء الاصطناعي هقول له اكتب لي نبذة تعريفية عن نفسي سأستخدمها في مواقع الخدمات الحرة مثل خمسات، ويجب أن تتحدث عن مهاراتي في استخدام مايكروسوفت اوفيس بكل منتجاته مثل الوورد والاكسل والباوربوينت. وبعد كده وانا املك مهارات تعتبر 8 سنين، وانا املك مهارات منذ 8 سنوات في هذا المجال. وبعد كده اضغط على دلوقتي شات جي بي تي هيبتدي يكتب لي نبذه مختصره عن امكانياتي، والنبذه المختصره دي ابتدي اخدها احطها على موقع خمسات. تمام، هلاقيه بيقول لي انا متخصص في استخدام حزمه مايكروسوفت اوفيس بخبره تمتد لاكثر من 8 سنوات، وقدم خدمات احترافيه في الاعداد وتنسيق المستندات باستخدام وورد وتحليل البيانات وانشاء الجداول والكلام الجميل ده. ابتدي اخد الكلام ده كده كوبي واروح بيه على موقع خمسات واحطه في النبذه التعريفيه عن نفسي. عشان اكون صادق وصريح لازم اولا اكون صادق وصريح مع نفسي، يعني لازم الكلام اللي اتكتب هنا ده انا اتعلمه فعلا واجيده بشكل صريح. ما ينفعش تكتب لان انت نسبتك ان انت تلاقي اول فرصه بتبقى صعبه، فلما تلاقيها لازم تستغلها افضل استغلال ممكن. المسمى الوظيفي هبتدي اغيره هنا وابتدي اختار مثلا حاجه ليها علاقه بالمجال بتاعي زي مثلا مدخل بيانات. ماشي، طيب ابتدي اختار كلمه مدخل بيانات، وبعد كده ابتدي اضغط على كلمه حفظ، ولازم طبعا اختار ان انا بائع. ابتدي اضغط على الحفظ. تم تحديث المعلومات بنجاح. كده انا حدثت البيانات بتاعتي. دلوقتي هخش على الخطوه الثانيه. لما ارجع للاكونت بتاعي هلاحظ ان النبذه عني وضحت بشكل منسق ومحترم. تاني خطوه لازم اعدل الصوره الشخصيه بتاعتي واخلي الصوره الشخصيه بتاعتي احترافيه. هعمل الكلام ده ازاي؟ هرجع تاني هنا وبعد كده هضغط على اليوزر بتاعي، وبعد كده تعديل للملف الشخصي، وبعد كده المزيد، وبعد كده هلاقي حاجه اسمها المعلومات الشخصيه هضغط عليها، وبعد كده هلاحظ ان في المعلومات الشخصيه بتاعتي اقدر اعدل الاسم الاول والاسم الثاني، واقدر اغير الصوره من هنا. بضغط هنا واختار صوره احترافيه مناسبه للبروفايل بتاعي، ويا ريت تبقى الصوره شخصيه واضحه. كويس قوي. ممكن اعرف ازاي الصوره الشخصيه بتاعتي دي مناسبه ولا لا؟ هراقب الناس، الاحظ من هنا الناس حاطه صور شكلها عامل ازاي،
وابتدي اختار صوره تكون واضحه زي ما هم عاملين كده، حاطين صور شخصيه واضحه كده. انا خلصت يعني بوينت 1 بوينت 2. بعد كده هخش على النقطه الثالثه والنقطه الاهم ما بينهم، هي توثيق الحساب بتاعي. لازم يبقى الحساب بتاعي موثق. طيب اوثق الحساب بتاعي ازاي؟ كالعاده برجع هنا وبعد كده تعديل الملف الشخصي، وبلاقيه بيقول لي لم يتم توثيق هويتك بعد. بضغط على كلمه وثق هويتك عشان اوثق الاكونت بتاعي. بضغط على توثيق الهويه، ببتدي احط الاسم بتاعي خالد، واسم العائله، الاسم باللغه الانجليزيه، تاريخ الميلاد، اليوم، وبقول له اعلم ان ادخال بيانات غير صحيحه سيؤدي الى ايقاف حسابي. الخطوه الثالثه بعد كده بيطلب مني ان انا ارفع وثيقه هويتي او بطاقتي. ببتدي اضغط على اختيار صوره الوجه الامامي. تمام كده انا رفعت له صوره البطاقه. ببتدي اضغط على الخطوه التاليه، ببتدي اختار الصوره الخلفيه. بعد كده الخطوه التاليه بعد كده بيطلب مني ان انا ارفع صوره مع وثيقتي الشخصيه، يعني من الاخر كده صوره سيلفي امسك فيها بطاقتي كده وانا معتز زي في الليمبي، تمام، واخد صوره جنبها سيلفي. تمام، عملت الكلام ده هنا. وبعد كده هبتدي اضغط على كلمه التقاط صوره سيلفي. تمام، بعد ما اتصورت صوره بالهاء، تمام، باين فيها البطاقه وباين فيها صورتي. تمام، بعد كده هقول له ارسال طلب توثيق الهويه. بيقول لي شكرا لاتمام طلب توثيق الهويه، سنراجع الطلب ونؤكد هويتك خلال 48 ساعه قادمه. دلوقتي انا وثقت الحساب بتاعي، دلوقتي انا جاهز اشتغل على الاكونت بتاعي، ولكن بعد ما الحساب بتاعي يتوثق بعد 48 ساعه هيتوثق الحساب بتاعي وهيبقى عليه علامه صح. كده انا اقدر اشتغل واقدر اقدم على طلبات. كده يبقى في ثقه ما بين الشخص اللي بيطلب الخدمه والشخص المؤدي الخدمه، لانه هو شايف ان الحساب بتاعه متوثق، واذا فلوسه مش هتروح في الارض ووقته كمان مش هيضيع. ابتدي اضغط على كلمه الرئيسيه. طيب تعالى نفترض ان الاكونت بتاعي اتوثق واصبح 100 100 وانا جاهز للشغل. ابتدي اشتغل ازاي؟ عشان اكون صادق معاك، عشان تقدر تشتغل اصعب خدمه هتاديها هي اول خدمه، لازم تجتهد اجتهاد كبير جدا في تقديم اول خدمه. فعشان اقدر اقدم اول خدمه هنزل تحت بالشكل ده في الصفحه الرئيسيه، وبعد كده هختار التخصص بتاع الكتابه والترجمه او التخصص بتاع البيانات. فانا هختار التخصص بتاع البيانات، والاحظ ان في التخصص بتاع البيانات عندي تحليل بيانات، ادخال بيانات، لوحه البيانات، استخراج بيانات. هبتدي اختار تخصصين، يا اما استخراج بيانات يا اما ادخال بيانات. هضغط على كلمه ادخال بيانات. هلاحظ بقى التالي، هلاحظ ان في ناس هنا الخدمات بتاعتها في منتهى السهوله. كل اللي بيعملوه يبتدوا مثلا وليكن شخص زي ده اسامه، استاذ اسامه ده كل اللي بيعمله ان هو بيبتدي يستغل ان في ناس او في طلاب بيحتاجوا يعملوا ابحاث ويحتاجوا يعني ينسخوا ملفات ليها علاقه بالبي دي اف والوورد. فده شخص بيقول لك انا بعمل لك اقدم لك خدمات مكتبيه احترافيه لتنسيق الملفات وادخال البيانات وتجهيزها للطباعه. ماذا ستحصل مقابل الخدمه الاساسيه؟ تنفيذ خدمه واحده. اللي بيعملوا لك في الخدمه بيقول لك تنسيق ملف نصي، بحث او تقرير حتى 8 صفحات كحد اقصى، يعني اقصى حاجه بيعملها 8 صفحات. كل صفحه ما تتجاوزش 300 كلمه، بيعمل فيها توحيد نوع الخط، بيبقى ضابط الهوامش، وبيبقى منسق العناوين، وبيعمل محاذاه للفقرات، ترقيم للصفحات، وبيسلمك الملف بصيغه الوورد او البي دي اف. يعني من الاخر بيسلمك الملف بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب هل انت ما تقدرش تقدم الكلام ده؟ تقدر طبعا. اليوتيوب مليان فيديوهات بيشرح لك فيها كل حاجه عن الوورد، كل حاجه. في فيديوهات مكونه من ساعه وساعتين يخلوك برنس في الوورد، ولازم فعلا تبقى برنس في الوورد قبل ما تفكر تقدم اي خدمه ليها علاقه بادخال البيانات او تفريغ البيانات. انا عايزك بس تخش على يوتيوب وتكتب كلمه كورس تعليم الوورد، هتلاقي فيديوهات والله العظيم يا جماعه، فيديوهات فعلا انا لو اجتهدت انزلها لك مش هعرف انزلها من كتر ما الناس دي شغلها احسن مني يمكن 100 مره. بص ممكن تلاقي الفيديوهات دي بتبقى عباره عن 10 دروس 8 دروس. فيديو ممكن تلاقيه مجمع مكون من 58 دقيقه بيشرح لك كل حاجه في الوورد في 60 دقيقه. يعني مثلا فيديو ده زي ده، الفيديو ده انت خلصته بقيت معلم في الوورد. طيب انا استثمرت في وقتي، استثمرت في مجهودي، ساعه واحده بس اتعلمت فيها الوورد، واقدر بعد كده اقدم خدمات زي دي، او اروح انا بمنتهى البساطه اللي في الدنيا اروح اشوف استهدف الناس اللي عايزه تحليل بيانات عن طريق مجتمع خمسات. يعني هنا هتلاقي في ناس بتطلب تفريغ بيانات، تمام، في الطلبات غير الموجوده. يعني مطلوب شخص اداره رسائل، مدخل بيانات اهو. بص انا لسه بسم الله الرحمن الرحيم. بص محتاج حد محترف في مايكروسوفت اكسس، بص متخصص في مايكروسوفت اكسس. يعني من ضمن الطلبات غير الموجوده اللي الناس ما نفذتهاش في ثلاثه والله انا ما قاصد، بس في 3 طالبين حاجات ليها علاقه بمايكروسوفت اوفيس. الكلام ده انت تقدر تنفذه من على تليفونك بمنتهى السهوله. على فكره في برنامج مايكروسوفت وورد على تليفونك تقدر تنفذ الكلام ده بمنتهى السهوله. طبعا انا ليه انا مش هشرح لك ازاي انت تقدر تقدم الخدمه هنا.
يعني ازاي تقدر تعمل خدمه وتقدمها. ليه؟ لان اول خدمه انت بتطلب منك صعب جدا جدا تنافس الناس اللي بتقدم خدمات، الناس اللي مش اللي هي الناس اللي بتقدم خدمات اللي هي هنا، اللي هي هنا دي، ثانيه واحده، اللي هي هنا دي مش زي دي. الناس دي انت سهل تنفذها، الناس دي انت سهل تنافسها، الناس اللي هي موجوده في قسم الطلبات غير الموجوده. لكن ايه الناس اللي انت صعب تنافسها؟ الناس اللي انت صعب تنافسها الناس اللي انت بتجيبها من هنا. اما بتخش هنا تعمل مثلا ادخال بيانات، بتلاقي ناس هنا مقدمه خدمات. انا لو شرحت لك ازاي تقدم الخدمات دي، فكره ان انت تبيع خدمه، الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان بمنتهى البساطه الناس دي ليها خلاص جمهور، الناس دي ليها ريت، الناس دي عندها تقييمات. لكن انت مجرد ما يبقى عندك اول تقييم زي الشخص ده او الشخص ده، هيبقى عندك الامكانيه ان انت ترفع خدمات هنا وتتقبل بسهوله وتنافس الناس دي. فهمت قصدي؟ فالفكره كلها هنا في ان انت لازم تشتغل الاول على القسم بتاع الطلبات غير الموجوده، اللي هو القسم اللي انا وريتك تجيبه ازاي، اللي هو القسم من مجتمع خمسات اللي انت تقدر تجيبه من هنا. مثلا لازم تكون متواجد هنا بشكل مستمر. التحديثات بتتم كل دقيقه، يعني كل دقيقه او كل 3 دقائق. بص هنا في اقل من دقيقه، في اقل من يعني ده طلب مثلا، الطلب ده منذ 4 ساعات، كل دي ناس بترد عليه في دقيقه. ممكن تلاقي شخص واحد زي الاستاذه ياسمين دي بتعلق على اكتر من خدمتين ليهم علاقه بالتخصص بتاعها. فهمت قصدي؟ يا رب تكون الفكره الاساسيه بقت واضحه ليك. الاشخاص اللي ليها علاقه بتخصص معين بتقدر تشتغل على اكتر من قسم. زي استاذ صلاح ده هتلاقيه يعني هو متخصص في الديزايننج او التصميم او المونتاج، هتلاقيه مقدم على الخدمه دي والخدمه دي. استاذه زي ايمان ليها علاقه باللوجوهات والكلام ده، هتلاقيها مقدمه على الخدمه دي والخدمه دي، لان الاثنين ليهم علاقه بالتصميم. يعني يا رب تكون فهمت الفكره الاساسيه. ان شاء الله الفيديو الجاي انا هعلمك تبقى محترف اكتر في الموقع وتقدر تشتغل وتجيب خدمات لنفسك بشكل افضل باذن الله. الحلقه الجايه هتكون مهمه جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تحرمناش من اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.